عاملين بترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس في انفجار وقع في أحد أفران صهر النحاس بورشة المسابك في شركة الترسانة الشمالية. ومعنا من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. إذن أحمد، بداية كيف هي حالة المصابين وهل ازداد العدد؟ نعم، لم يزد العدد بالأمس. وصل إلى 5 نقلوا جميعا إلى مستشفى الطوارئ الخاصة بهيئة قناة السويس ببورسعيد، ثم نقل منهم 3 إلى خارج بورسعيد لسوء حالتهم الصحية وبسبب الحريق. وقامت النيابة العامة ببورسعيد صباح اليوم بالمعاينة الميدانية لورشة المسبك بترسانة بورسعيد البحرية للوقوف على أسباب وقوع حادث حريق نتج منه إصابة ال5 أفراد. وهل عرفت الأسباب أحمد؟ نعم، الأسباب الأول الفنيون ومعاونون النيابة أنها كانت سبب لضغط الأسباب أثناء عمليات صهر بالمسبك، وكان فرن ورشة المسبك بالمنطقة الشمالية للترسانة البحرية قد حدث فيه انفجار أثناء هذا العمل. وأكد عمال بالورشة التي تضم حوالي 200 عامل أن الورشة تفتقد الأمان والسلامة وليس بها أدوات للسلامة المهنية، برغم مطالبتهم الملحة لذلك، مما أدى إلى مضاعفة الإصابات، برغم أن هذه الورشة بالمنطقة الشمالية تتبع هيئة الترسانة البحرية هيئة قناة السويس. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد.